سامع صوت قطط. عندي انترفيو مع واحد الساعة 1، قعدت اكلمه على الساعة 1 مكانش بيرد عليا خالص، وقلت ان هو فكاني بقى ومشي ومش عارف ايه. وبعدين لقيت والدته ست طيبة جدا جدا بتكلمني بتقولي ان هو موبايله بايظ وهو واقف بره الشركة. سامحني. لا ولا يهمك. ظلمت الراجل الطيب ده. انا كنت درست اعلام في شروق. كويس، يعني مش هتستغرب اللي انا بعمله ده. لا عشان احنا لو هنشتغل مع بعض يبقى المفروض ان انت ما تبقاش ايه بتلقي بال للهبل اللي انا بعمله. لا ولا اي حاجه. اهم حاجه ان احنا نتاكد ان احنا ممكن نبقى اصحاب بجد. اي حاجه إن شاء تانية الله. اي حاجه تانية عاش. كانت اهم حاجه بالنسبه لي ان هو ما يجيش هنا يفصلني عن التصوير، ما بقاش داخل حاسس ان انا مكسوف وانا بصور. وطبعا انا الحمد لله ما بكسفش يعني، بس قشطه. احلى وقت في اليوم وقت لما بتفرج على الفلوج، بيعلم حاجه هو يتعلمها في حياته كاكسبيرينس او كده. بس هو بيفتي كتير يعني. لا انا بحب فتي، يعني انا بحب استنبط حاجات من، يعني بجمع فتي واستنبط. وخطه وحش كمان. خطه يعني جرافيتي. ما بفهمش منه اي حاجه، بس حاسس ان هو فن. انت نمبر 1 فان؟ انا نمبر 1 فن. لا نمبر 2 بقى عشان انا نمبر 1. عندي كام مشوار، اروح اودي شويه اوردرز الحمد لله، وبعدين اروح اجيب طمي وبعدين ان شاء الله اروح اقابل الشباب بالليل. خالة احمد سالم توفاه الله، ادعوا لها بالرحمه. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ عارف انا بعمل ايه؟ ازيك يا عشري، عامل ايه؟ خالص. يا اما الناس ابتدت تتقبل حوار الكاميرا ده، معرفش ازاي مع ان هم ما شافونيش بيها قبل كده، يا اما انا اللي جرأتي بدأت تزيد وبدأت اخش وعادي جدا يعني. ابوك فين؟ ايه؟ ابوك فين؟ محدش بيقول لي حاجه، الناس تقعد تبص بس وتبحلق، فبخاف من العين جدا، بخاف ان حد يروح جاي ايه. والبتاع ما شاء الله شكلها مش عادي، بسم الله ما شاء الله. شيخنا عامل ايه؟ عليكم السلام، ازيك يا مولانا؟ طيب بمناسبه الرشقان اللي انا فيه بتاع ان انا بروح في وسط الناس واصور والناس ما بتعترضش وكده، عايز اتكلم على فكره ازاي تبتدي اي حاجه. الواحد دايما لما بيجي يبدا اي شيء بيقعد بطبيعه الحال يعني يخطط له ويفكر، ولكن في حاجه اسمها اوفر بلاننج. يعني ايه اوفر بلاننج؟ يعني ان انت تخطط بزياده. التخطيط بزياده ده بيعمل ايه؟ لو حد شاف الفلوج بتاع ثينكر فيرسس دور، اول واحد عملته خالص، هيفهم فكره ان لو انت قعدت تفكر كتير الفرصه هتفوت. في كونسبت في البيزنس اسمه MVP Minimum Viable Product. اللي عايز يستفيد اكتر في المفهوم دوت يقرا كتاب The Lean Startup. ايه هو المينيمم فايبل برودكت ده؟ الكتاب بيحكي قصه واحد كان عنده ويب سايت، قعد يخطط للويب سايت قبل ما ينشره، قبل ما يببلشه باكتر من سنه. قاعد يخطط ويدفع فلوس ويعمل ويفترض افتراضات بناء على يعني شويه ايه افكار عنده كده، ان ده هينفع، لا ده مش هينفع، ده هيعجب الناس، الفيتشر دي حلوه. ما اختبرش الحوار خالص، طلع الويب سايت فشل تماما. الفكره هنا في ايه؟ الفكره هنا في ان انت تعمل منتج مينيمم بس في نفس الوقت فايبل. يعني ايه فايبل؟ فايبل يعني واقعي، يعني عملي، يعني ينفع. مثلا لو انت هتعمل عربيه، يبقى المينيمم فايبل برودكت ده بتاع العربيه هو انك تعمل عربيه بموتور واربع عجلات ودريكسيون وبنزين وفرامل، بس حاجه توفي الوظيفه بتاعت ان هي عربيه. بس لو لونت العربيه خرجت عن مفهوم المينيمم فايبل برودكت، لو حطيت لها سبويلر خرجت عن مفهوم البتاع ده، لو عملت لها جنوط مش عارف ايه، كل الحوارات دي زيادات. اصلا لما نيجي نختبر المنتج دوت، لو الناس ما عجبهاش العربيه كمفهوم، كل اللي انت عملته ده والتلوين والمش عارف ايه والمرايه وبتاع، كل ده بقى مجهود زياده
اساسا الناس ما اهتمتش بيه، لان الناس رفضت المبدأ اساسا من الاول. اللي احنا بنتكلم فيه ان انت لما تيجي تبتدي حاجه ما تقعدش تفكر بزياده قوي في تفاصيلها، ما تقعدش تفكر في هيبقى شكلها عامل ازاي ومش عارف ايه وبتاع. كل الناس اللي عملوا مشاريع، كل الناس اللي عملوا فيديوهات، كل الناس اللي عملوا اي حاجه ناجحه ما كانتش كده في الاول، ما كانش شكلها حلو كده في الاول، كلها كانت بكاميرات موبايل، كلها كانت بكاميرات هاندي كام وحشه قديمه. كل الناس بدات بحاجات قليله. عمرك ما هتبتدي الا لو ابتديت. زي الفلوج ده الحمد لله، في الاول خالص ما كنتش عارف الناس هتتقبل ولا لا. اللي شاف الفلوج الاولاني برضو هيلاقي ان انا كنت بقول فيه ان طب ايه الكلام، طب هينفع مش هينفع مش عارف ايه. رميت اول فلوج، الفيدباك الحمد لله رهيب، الحمد لله بفضل الله. خلاص نبتدي بقى نبني، نبتدي نشوف ممكن نطور ازاي، نبتدي نعدل، نبتدي نضيف افكار، نشيل افكار، حوارات زي دي. بس ما ينفعش تحمل فكرتك بزياده قوي في الاول. النصيحه اللي انا بحبها جدا think less do more fail fast. فكر اقل. بقول لك يا باشا في مسجد هنا، في مسجد هنا. انا دلوقتي في المعادي ماشي في الشارع و بحاول اكت كاجوالي، معرفش بقى ايه اللي هيحصل. طبعا الناس بتتفرج عليا بس لازم الواحد يعافر. بدور على مكان اصلي فيه دلوقتي وبعد كده ايه اشوف مكان اكل فيه ان شاء الله، واقعد احاول امنتج شويه عشان الحوار ما يقعدش يتراكم عليا كده مدى الحياه. ازيك يا باشا؟ ازي سعادتك يا باشا؟ طيب انا واقف عند كشاك الورد. الورد ولا الفل؟ طيب انا ماشي. مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير على كل مشاهدين فلوجز حاسم صديق. انا سعيد النهارده ان انا ببريزنت البراند العبقري استبرق، ومبسوط ان انا هكون معاكم في النهارده فيديو. احنا يا جماعه في الاسانسير مع مستر فيلوج. بس يا مسام بس. هو الاسانسير ده حمولة كام بني ادم لما وصلت الكلمه؟ ما شاء الله. بس صينية البطاطس كانت هنا هتطلع عليها والله. هو ده بس اللي كان لا ده كان في حاجات كتير احمد قديم يا جدعان. احمد كل ما تقعد تدلدق في ده فيلم انتاج مثلا سنه 43. انت اصلا تصلي رمضان الجو تحفه. بلاش انت بس. انا؟ ده انت بلاويك كتير. اوه دي كام؟ دي 2.5. اصلا ده تطور، ده كان بيلعب ضربه بطاريه قلم، كان بطاريتين قلم كده وقف قدام مناقش. كفايه عشان تريبل ايه؟ يا حسام تريبل ايه؟ بالنسبه لي عشان اعمل كده. طيب اعمل زي اللي انا هعمله. اوه ايه يلا ممكن انطط لك الحديد ده. الرياضه مضره يا جدعان صدقوني. بص اقول لك حاجه، جرب انت بتلعب كوره ايه اللي بيجرى؟ ترجع صباعك مكسور، رجلك مجزوعه، ايدك طايره، اي تريب اقعد العب بلاي ستيشن. حتى بلاي ستيشن والله لو تقلت فيه صباعك هنا بيوجعك وتلاقي فيه مثلث وبتاع. الرياضه جاعه وضره جاعه. عيش حياتك طبيعيه. بقول لك يا امير انا بردان، انا هاجي في حضنك. تعالى يا ابني تعالى. على فكره بس احنا خدوني معاكم، خد النضاره. احنا خدوني معاكم، خدوني معاكم. الدنيا برد جدا يعني درجه الحراره بتبقى برد لوحدها. وجعانين. ده حازم حبيبي. جعانين والله. سبت حد 3 4 جمعه سبت اطلع بره يا شيء كده. عشيه وصاحبي. ايه ده المفروض ما اقولش سبت؟ 2 4 جمعه. باي 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 يا جدعان. منتخب الساجدين يا جدعان. الله اقفل يا بابا، اقفل يا بابا عشان بنتكلم في حاجات خاصه. المرابطون يا حبيبة بابا. الله كبرت ما شاء الله ما شاء الله. هو ده بقى اللي بيقولوا عليه ايه؟ التوحد. توحد اهو. بصوا شايفين التوحد؟